عسلامة، مرحبا بكم البنات في قناتي قناة برد اليوم مع فاتومة. اليوم ان شاء الله بقدر ربي باش نعمل مع بعضنا وصفة اسبانية اللي هي البايلا. شوفوا مع بعضنا المقادير نتاعها. لهنا عندي كريفات مغسولة ونظيفة وكل شيء، ومنحية منها السلسول هذاك اللي من تالي اللي في الظهر هذاك من فوق. كما تعرفوا الكريفات المصار نتاعها في ظهرها من فوق. لهنا عندي كعيبات كالاماري كي جويدات قطعتهم هكا بالطريقة دي، قطعتها جويدة وخليت كعبات كريفات هكا باش نزين، خليتهم بالذيل نتاعهم. لهنا هذه القشور نتاع الكريفات باش نفوحوهم ونمرقوهم ونخليوهم يغليو على الغاز باش نمرقوا به الرز نتاعنا. هنا قرين فلفل احمر وقرين اخضر، فلفل هكا الوان منظر يشهي ويعمل كيف. لهنا كعبتين طماطم قشرتهم وقطعتهم مكعبات، بصله قطعتها هكا زيت كيف زيت جويده. لهنا مغرفه نتاع ماكله طماطم كونسونطري طماطم حكه. لهنا فرمت 5 سنون ثوم، تنجموا زيد تقطعهم جويدات ما يقلقش. لهنا عندي شويه زعفران هذا يبنن وينكه على الاخر، واذا مش متوفر ما يسالش مش لازم. اول حاجه القشور، خذينا القشور تاع الكريفات توحهم نحط لهم كيته زيت، شويه فلفل اكحل مش برشا، وشويه ملح. طريفوا برا الملح كيما تعرفوا الهلال البحر تلقاهم فيهم الملح ما نحطوش برشا، ونقراو حسابنا من بعد باش نمرقوا الرز نقراو حسابنا في الملح. هنا بسم الله نضيفوا له وهي يسخون ونحطوه هذا على الغاز يغلي، وبعد الماء هذاك باش نمرقوا به كيما قلنا للرز. اول حاجه بسم الله خذيت واك كيما تشوفوا، نحط فيه شويه زيت بسم الله، ناخذ شطر كميه البصل بسم الله وشطر كميه الثوم كيف نحطها ونخليه يتقلى لين يذبل بالباهي. ذبال معايا البصل هكايا. توا نحطو الكعبات كريفات بسم الله. والبنات ما تقيدوش كونتيتي قد اللي عندكم، مش بالضروره كميه كبيره. هنا عندي كعبات خليتهم بالذيل نتاعهم كيف زادش نرميهم، وهذوما باش نخليهم بعد للزينه من فوق. نحطهم معاهم وبعد نطلعهم واحد. كما تعرفوا الكريفات في ساعتين جيست نقليوها شويه ونخرجوها، نفوحها بشويه ملح وشويه فلفل اكحل وشويه كركم شويه البنات. نخرجها توا صايد قلت معايا. شوف كي منظر كيفاش يشهي البنات. زيت تاو كيت اخرى زيت كيتا مش برشا مع هذاك اللي موجود في الواق، ونضيف شطر بصله ديك اللي خليناها وشطر الثوم اللي خليناه نضيفوه كيف زاد ونخليه يتقلى شويه. تقلى معنا الثوم والبصل، نرميو توا كل طريف كالاماري بسم الله ونخليه يتقلى شويه. نضيف عليه كعبتين طماطم مقطعين مكعبات، ونضيف الفلفل، نضيف الطماطم الحكه هذيك قلت لكم عليها المصبره. يتقلاو هذوما شويه وبعد نرجع لهم. تو نضيفوا على المرقه بتاع القشور الكريفات اللي غليناهم، غليتها وصفيتها. وانا مش نحط كاس روز كي 2 كيسان ماء، هذوما 2 كيسان نصبوهم بسم الله. ديما نقراو حسابنا كاس روز على 2 كيسان ماء. نضيف توا الروز هذا غسلته وشللته بالباهي ونحيت له النشي اللي فيه الكوليكا، نضيفه توا من فوق بسم الله. وك الزعفران شعره دوك ما حطيت لهم شويه مرق، خليتهم سبت يعطيو النكهه نتاعهم، ونضيفهم توا هكا من فوق. نفوحوا توا بشويه فلفل اكحل بسم الله وشويه كركم وشويه ملح. ردوا بالنا من الملح خاطر حطينا الملح في المرق، والفلفل الملحي البابريكا. خلط المكونات هذوما الكل ونضيفوا توا الكريفات اللي صوتيناها من الاول بالمرق نتاعها هكاك الفاوح كلها بكلال. نخليها توا لين يطيب الرز، ما نخلطوش برشا نخليوه هكاكا ونقصوا في الغاز، نغطيو عليها ومن بعد نرجعوا لها ان شاء الله. الرز متاعنا كي ينشح من الماء متاعو نشوفوا كي ناخذوا كايب الرز نقواه كي طريه شويه، نطفي عليها توا الغاز، ناخذ بطيه الومنيوم ونغطيه هكاك حكايه 4 ساعات يتشربك الماء متاعو هذاك الكل ليكا.
بسم الله. نحن غادي من اليوم توا بنات، ما حطيتش قدامكم الرنديلات قارص، حطوا القارص هكاك بس ينكه ويبنن. نضيفو كاع رشه معدنوس في الاخر هدايا. شفتوه كيفاش شرب كابا كابا. نشوفوا توا القوام تاعو. بسم الله. نفرغوا الطريف في صحن. ونحطوا رنديل قارص وكل كريفات هذيا اللي خليناها بالذيل نتاعها. نذوقوا ونشوفوها. بسم الله ما شاء الله. البنات نودكم ولا نشهيكم، صدقوني جربوها البنات بالطريقه دي وان شاء الله بقدر ربي تعجبكم. وما تنسونيش البنات في اللايك وفي الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش في كل مره كي نهبط رسالة جديده تجيكم نوتيفيكاسيون تبع جديدي. توا بقى لي كنقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.